صباح الخير. معاكم مطبخ سوسن سليمان. تعالوا اعمل معاكم الجمبري المقلي اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده كريسبي من بره وطري جدا من جوه، بتتبيلة سهلة جدا والله، ولا كأنك بتاكلها من احلى مطعم كمان. وهقول لكم ايه وسر اللون اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا شوفوا مقاديرنا مع بعض. انا عندي هنا نص كيلو من الجمبري، اي نوع انت بتفضليه. وابتدي بقى انضفه، بشيل القشرة اللي فيه من بره، وطبعا بفصل الراس، وابتدي بقى افتح الظهر كده بالسكينة واشيل الكيس الرمل اللي جوه. ده مهم جدا في تنظيف الجمبري، لازم اشيل الكيس الرمل. خلاص كده انا خلصت الكمية اللي عندي وغسلته كويس جدا وصفيته من المية اللي فيه. ابتديت بقى احط عليه التوابل. التوابل عبارة عن حوالي 5 أو 6 فصوص توم من الكبار مفرومين، عليهم ملح، كمون، بابريكا، بصل بودر، وعصرة ليمونة كبيرة. وسبته بقى في التلاجة حوالي ساعة، وابتدي بقى اعمل الكفر اللي بره. عندي دقيق وهوريكم السر بتاع لونه الذهبي. انا حطيت نفس التوابل اللي انا حطيتها على الجمبري حطيته على الدقيق، بس بدل التوم المفروم حطيت توم باودر. وعشان اديله اللون اللي انتوا شفتوه ده حطيت سنة من بودرة الزعفران، هي اللي ادت لي اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. ابتديت بقى انزل بالجمبري على الدقيق، وابتديت اقلبه كويس جدا زي ما انتوا شايفين، لحد ما كل الجمبري يشرب من الدقيق. علشان اديله برضو الكريسب بزيادة، ابتديت انزل بالجمبري في مية ساقعة، وانزل بيه تاني على الدقيق، واقلب فيه كويس قوي لحد برضو ما يديني الشكل الكريسب اللي انا عايزاه. بصوا الخربشة دي، انا عايزة بقى الخربشة دي. صدقوني الوصفة دي حلوة قوي وهتجربوها وان شاء الله هتدعولي. بصوا بقى انا عندي بقى زيت على النار، ونزلت بالجمبري على الزيت وهو سخن. ما بياخدش معانا دقيقة على النار، ما بياخدش معانا سوا، ما تزوديش فيه علشان ما يجلدش معاكم. بصوا شكله بقى لما طلع عامل ازاي، اللون بتاعه تحفة وطعمه هايل، يعني ما تتخيلوش يعني الطعم. بس انتوا بس سيبوه يقعد في التتبيلة مش اقل من ساعة. انا خلاص كده خلصت الكمية وطلعته على مصفى، يعني ما طلعتوش على مناديل مطبخ، طلعته على مصفى الاول. اديته بقى رشة من الملح ورشة من الكمون زي ما بنشوف في المطاعم، وابتديت اقلبه كده. انا كان نفسي اسمعكم صوت الخربشه بتاعته. وقدمته بقى، عايزين تقدموا مع صوص طحينه، تقدموا مع رز صيديه، زي ما انتوا عايزين. الطعم حلو قوي وسهل، مفهوش اي مشاكل. بصوا شكل الخربشه وشكل الجمبريه عامل ازاي، متماسكه والكفر ما وقعش مني. وان شاء الله هيعجبكم. يا ريت لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في اللايك والشير، وباي باي.